عايزة أقول لكم أخيرًا بعد اللعبة القذرة الحقيرة اللي الشخص التاني بيلعبها، المحامي اللي إحنا ما ينفعش نقول عليه محامي، بعد ما لعب اللعبة بتاعته وحاول إن هو يجيب لها براءة، وبيحاول إن هو حتى يجيب لها من 3 ل7 سنين زي ما أنا قُلت لكم في الفيديو اللي فات. الناس اللي بتتضايق من كلمة زي ما أنا قُلت لكم، أنا بس باحاول إن أنا أربط الأحداث ببعضها، أو باحاول أربط لكم كلامي لبعضه، يعني استكمالة كلام. المهم إن انضم محامي جديد لعيلة أحمد، إخوات أحمد ال5 بنات جابوا محامي جديد اسمه أشرف فرحات. المحامي طلع وقال حاجات كتير جدا هتفيد في القضية، وبالإضافة ليه الطرف الشريك ما اتقبضش عليه، وقال إن الشريك مفيش أدلة ليه موجودة لحد دلوقتي، وقال حاجات كتير جدا، تفاصيل مهمة هنشوفها مع بعض. بس في الأول صلوا على النبي. طبعا سبق واحنا قلنا قبل كده ان في شريك في القضية، في بطاقة اتلاقت، في شخص بيطلع يدافع، وفي بنوتة لسه طالعة تدافع جديد بتقول ان هي حبيبة احمد، وان هي لما اكتشفت الجريمة او اكتشفت العلاقة ما بينها وما بين احمد، هبة حاولت ان هي تخلص عليه، قال يعني انتقام من الغيرة، وكلام هبد 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 هبد، ما يدل على ان المحامي بيحاول يلعبها قذرة، بيحاول يلعبها ان هو يطلع ادله جديده علشان هبه ما تاخدش اعدام. بس عايزه اقول لك من اللحظه ديت افرد ظهرك واستريح واتفرج على المحامي اشرف فرحات وهو بيجيب لها اعدام، يعني من بابه، بيلبسها البدله الحمراء من ساسها الرصه، لا هنلمح لها وش ولا ايد ولا رجل، يعني هي هتاخد حكم بالاعدام زي ما انا قلت لكم خلال ال20 يوم الجايين، وبعديها على طول بعد ما تولد، وكمان يعني قول هنستنى هي في الرابع لسه 5 شهور تولد وسنتين رضاعة، وبعديها على طول هتاخد اعدام. الناس اللي بتقول لا ما كده كتير كده كتير قدامهم سنتين و5 شهور يقدروا يلعبوا، هقول لك لا، الحكم حكم، يعني ما فيش بعده استئناف ولا اي حاجه، لان الاستاذ اشرف فرحات قال ادله كتير جدا، اهي ديت اللي خلت ودنا واحنا بنسمع الكلام ترقص من الفرحه. ايوه ده المحامي، اهو ده المحامي، ولا بلاش اللي نطمن على حق احمد، اخوات احمد اللي كانوا بيقولوا للمحامي ساعتها احنا عايزين نجيب حق اخويا، عايزينه ينام في تربه مرتاح، عايزينه ينام في قبره مستريح، ويعرف ان هو عنده 5 بنات، بس وقت الحق بيقلبوا 5 رجاله. فبرافو عليكم، والله يرحمه ويرحم اهله اللي عرفوا يربوكم صح. طيب الاستاذ قال ايه الاول؟ خلينا نتكلم على واحده جيت كتبت لي في الكومنتات، وهي المغسله جثمان احمد، او كانت شاهده على حاجه في جثمان احمد. قالت انا مش هقدر، لو رجعتوا الفيديو اللي فات لا اللي قبله، تاني فيديو انا نشراه عن احمد، كانت بتقول ان هي شافت حاجة ومش هتقدر تتكلم عنها، وان حاجة دي دليل قاطع على ان احمد ميت عمد، موتوه عمد، وده اللي كان يقصدوا ان هم ينهوا حياته. وده على فكرة حرفيا اللي قاله المحامي اشرف فرحات. عايزين تشوفوه، هو نزل فيديو شورت كان بيتكلم فيه عن تفاصيل في القضية، ودي التفاصيل اللي احنا هنراجعها مع بعض. كمان هتنفي اي حاجة اتقالت قبل كده تحاول تخرج هبة من القضية. المحامي ده هقول لكم ازاي تقدروا توصلوا له، عشان هيعمل لايف هيتكلم فيه عن تفاصيل كتيرة جدا اكتشفوها في قضية احمد، تقدر تجيب لهبة اعدام بالمستريح. طيب ايه هي التفاصيل؟ اولا كان بيحاول يشرح القضية، بمعنى بيقول هو أخد سكينة في بطنه في كتفه، فالمفروض يا يقع على بطنه يا إما يقع على ظهره. طيب أخته اللي هي شيماء قالت إن هي لقيته بساند على إيده وكان بيحاول يقوم، إذا هنا هو أول ما خد الطعنة وقع على بطنه، وده اللي قاله. طيب دلوقتي المحامي الاولاني بيقول له طيب هي بتقول ان هي ما كانتش تقصد، وان هي وهي بتدافع عن نفسها كانت ماسكه السكينه في ايدها، وهو بيلف دراعها لورا السكينه دخلت فيه غصب عنه. قال له يعني كده هي عايزه تطلع ونحبس احنا السكينه؟ طيب خلينا نمسكها بالعقل، ان الدنيا بتقولك انت عندك عقل وراس، فكر وشوف زي الناس. تمام؟ دلوقتي وهو ماسك السكينه واخد طعنه بالغلط في كتفه، التحقيقات والتقرير الطبي اثبت ان هي بنفس السكينه اللي اخدت طعنه من قدام وطعنه من ورا. طيب
ايه حكاية الشريك اللي هما بيقولوا عنها؟ قالك مفيش شريك، يعني هي خبطته بالسكينة من قدام، وبعد كده عطت السكينة للشريك وقالت له انت اخبط من ورا، وقال له اللي خبط خبطة من قدام خبط من ورا. قالك هو شخص واحد اللي قتل احمد، شخص واحد كان سريع جدا، عطاله السكينة من قدام وبعد كده عطاله السكينة في رقبته من ورا، اللي هي الفتحة اللي قطرها 15 سنتي من الودن للودن. وطبعا ده اللي طلع في التقرير الطبي، وسبق ما انا وريتكم تقرير الطبي قبل كده في الفيديوهات. طيب يبقى هنا المحامي قال حاجة هتفيدنا جدا، وان هي نفس السكين، يعني هي لما خبطته في كتفه في صدره لقيته ما ماتش، ان هي كانت عايزة حسب البحوثات اللي لقوها على موبايلها ان هي كانت عايزة تديله طعنة تؤدي للوفاة في ساعتها، اللي هو بمعنى اصح يطب ساكت. هي لما لقيته بيحاول يقوم قام راحت خبطاه على دماغه، ودي كانت الضربة النهائية اللي أدت يعني ألقت أنفاسه الأخيرة بمعنى أصح. طيب قال لك هنا يعني في تعمد، فحاول المحامي الاولاني يقول له بس هي بتقول ان ما كانش قصدها. قال له المحامي بتاعها محفظها ان هي تقول كلام ايه، ان هي تكون قتلت خطأ، اللي هو ضربة ادت الى موت. وده اللي انا قلته لكم المرة اللي فاتت، ان المحامي بتاعها بيحاول يديها من 3 سنين ل7 سنين. وعشان الحركة ديت هم اخوات احمد اضطروا يجيبوا المحامي اشرف فرحات علشان ينضم للقضية ويجيب لها اعدام. هم عايزين اعدام، وده اقل حاجة ممكن تتقدم لهبة. طيب الناس اللي كانوا بيكتبوا لي كومنتات هو انت شمتانة فيها، شمتانة فيها في ايه؟ معلش، واحدة قتلت واحد بدون اي سبب لمجرد ان هي عايزة تنهي حياتها، او ان هي عايزة تتجوز حد تاني او تعيش حياتها الوحيدة، ما تعرفش كان في دماغها ايه وهي بتموته. لان مفيش اي سبب بيديك انت حق يا انسان او يا انسانة ان انت تنهي حياة الشريك حياتك او الطرف اللي معاك. في حاجة اسمها طلاق، انتوا ما سمعتوش عنها؟ لسه داخلين الاسلام جديد او لسه بتتعرفوا على الجواز من جديد، ان انتوا ما تعرفوش ان انت لما تجيب اخرك من اللي معاك تنفصل حتى لو تاني يوم الفرح؟ وانت برضو ما تعرفيش حاجة زي دي، ان انت تقدري تطلقي من الصباحية لو انت شايفة ان انت مش عايزة تعيشي معاه. انتوا بتتعرفوا على الجواز جديد. المهم ان المحامي هيطلع لايف وهيبدأ ان هو يتكلم عن تفاصيل جديدة النهاردة، اول مرة يظهر ويتكلم عن قضية احمد عريس المرج. طبعا اتمنى ان هو فعلا يجيب اعدام عشان يبرد نار اخواته، وكمان ان هو يريح احمد في ترابه. بجد انا اوقات بيبقى نفسي اسأل احمد ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، ايه اللي ورا سر مقتلك. احنا طبعا مش هنقدر نعمل حاجة زي دي، فنتمنى ان المحامي الاستاذ اشرف هو اللي يقدر يجيب لنا التفاصيل المخفية، عشان احنا كلنا عايزين نعرف ايه السبب الحقيقي اللي يستدعى ان هي تقتل. انت عارف يعني ايه ان انت تقتل شخص وان انت هتاخد حكم اعدام وراه، او ان انت هتتسجن وهتبقى سوابق وهكذا من التفاصيل؟ انت عارف ان حياتك بتقف بعد خطوة زي دي؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيها. لو عايزين توصلوا لصفحته هي موجودة على التيك توك، اكتب في السيرش الأستاذ أشرف فرحات وهو هيظهر لكم على طول الفيديو بتاعه اللي هو كان بيتكلم على عريس المرج، فكان نازل يدوبا من ساعتين. اشوفكم في فيديو جديد، في أمان الله، مع السلامة.